السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. اللي هيشوف طبعا الوجبة اللي قدامنا دي للوهلة الأولى هيقول إن ده جزر، بس دي وجبة جديدة إن شاء الله هقدمها معاكم النهاردة في الفيديو لطيورنا. هي وجبة مفيدة جدا، فيها طبعا طاقة وفيها كمية بروتين كبيرة، فيها كربوهيدرات، فيها ألياف، فيها كمان نسبة سكر، وفيها فيتامينات كتير. فيها فيتامين ألف، وفيها فيتامين ه سيلينيوم، فيها فيتامين ج اللي هو المعزز والمقاوم للإجهاد الحراري. الوجبة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله فيها كمية أملاح ومعادن كتير، فيها فوسفور، فيها مغنيسيوم، فيها بوتاسيوم، فيها كمان فيتامين كاف. يعني فيها كل اللي الطير محتاجه إن شاء الله. هي وجبة مهمة، بس احنا بنقدمها مرة واحدة للطيور في الأسبوع، يعني مرة واحدة في الأسبوع، ما نكترش عن كده عشان الوجبة بتاعتنا دي فيها سكر وفيها كربوهيدرات. الوجبة بتاعتنا النهاردة هي البطاطا الحلوة. البطاطا من الحاجات اللي الطيور بتحبها جدا وبتقبل عليها. ممكن في ناس بتقدمها كشريحة كده زي الخيار للطيور، وأنا بحب أعملها زي ما انتم شايفين كده مبشور. المبشور بقدر أضيف عليه طبعا الإضافات بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، وبقدر إن أنا أعلي القيمة الغذائية، وكمان بساعد الطيور إن هم ياكلوا الوجبة كلها ويستفيدوا بيها على قد ما يقدروا. البطاطا الحلوة من الحاجات اللي لازم نقدمها لطيورنا، وما ينفعش ان احنا نغفل عنها. هي مهمة زيها زي الجزر، زيها زي الحمص، من الوجبات المفيدة للطيور. ويلا بينا ان شاء الله نبدأ نقدم الوجبة لطيورنا. هنحط عليها بس الاول الاضافات بتاعتنا. الوجبة دي طبعا انا عاملها مخصوصا لعبد الله اللي طلب مني الوجبات كذا مرة، وان شاء الله انتظروا وجبة هنشتغل عليها اثناء التجهيز للموسم، وكمان اثناء الموسم واثناء الفرخ. هتبقى الوجبة اللي هنمشي عليها خلال الموسم بإذن الله. هيبقى فيديو قوي جدا. هنشتغل في الفيديو دوت على الطري، وهيبقى فيه اضافات كتير، وهيبقى فيه عناصر كتير في الوجبة بإذن الله. يلا بينا نحط الاضافات بتاعتنا. انا مجهز كل حاجة اهو، تمام. دي الاضافات اللي احنا متعودين عليها، تمام. ده المورينجا اول حاجه معانا، هناخد منها حاجه بسيطه كده. البطاطا ميزتها ان هي مفيش فيها ميه، تمام. البطاطا ميزتها ان هي مش فيها ميه، فانا ما بحطش اضافات كتير عليها. كده كده هي الوجبه ما شاء الله ممكن تتقدم حتى كده من غير اي حاجه، تمام. ودي طبعا خلطه التعفير بتاعتنا، حاجه بسيطه كده على الوجبه. طبعا في فيديوهات انا عاملها عن اضافات التغذيه، وعن خلطه التعفير، وعن خلطه البودر. اللي هي خلطة البودر دي حلبة مطحونة، وترمس مطحون، وشوفان، وبقسماط، تمام. بناخد من كل ده اما بنضيفه على بعضه بنعمل خلطة كده، وناخد منه معلقة على الوجبة بتاعتنا، تمام. كده الوجبة زي ما انتم شايفين بقت جاهزة ان شاء الله. الوجبة ما شاء الله مفيش فيها اي نسبة مية. شايفين لون البطاطا جميل جدا، تمام. والوجبة بتحبها الطيور. طبعا لازم نهتم بالتغذية جدا، لان خلاص احنا قربنا ندخل على الموسم، ولازم ان احنا ندي لطيورنا كل اللي هم محتاجينه. حبوب الطاقة من الحاجات اللي بتزود التخصيب وبتزود الانتاج عند الطيور، ولازم اهتم بيها. انا طبعا حبوب الطاقة عارفين ان انا بضيفها معايا على الوجبات الطرية بحيث ان الطيور تستفيد منها، تمام. ما بضيفهاش على وجبة الحبوب، تمام. كده الوجبة بتاعتنا جاهزة. ممكن كده ايه زي الشيف كده نروق عليها كده برشة مورينجا. طبعا عارفين المورينجا شجرة الفيتامينات، وفيها كل الفيتامينات اللي الطيور محتاجاها. دايما قدم التغذية اللي فيها اكبر قيمة غذائية لطيورك، تمام. الوجبة اللي جاية ان شاء الله بجد هتبقى وجبة خطيرة جدا، وهنشتغل بيها طول الموسم. هتبقى الوجبة بتاعتنا اثناء موسم الانتاج. خلاص ما شاء الله انا بدأت اجهز الدنيا للموسم، وبدأت ان انا ارتب المزرعة من جديد. خليكم معايا كده. كده دخلنا عند الطيور اهوت. هنبدأ ان احنا نوزع الوجبة على الطواجن. انا كنت مجهز الطواجن اهي زي ما انتم شايفين، تمام. طبعا عارفين ان كل طاجن بنحط فيه معلقة واحدة.
كنت بكلمكم ان انا خلاص بدأت اجهز المزرعة وارتبها من جديد، عشان في سلكات جديدة جاية ان شاء الله حجمها اكبر للطيور، هنبدأ بيها الموسم بإذن الله معاكم، وربنا يكرمنا ان شاء الله. برضو في طيور جاية، نطور بقى طيورنا كمان في مجال الاحجام او في باب الاحجام بإذن الله. زي ما انتم شايفين اهو، انا كده وزعت الوجبة. طبعا انتوا عارفين ان انا بقدم الوجبة في وقت المغرب، تمام، بحيث ان الوجبة ما تبقاش بقدمها في درجة الحرارة العالية، عشان تفضل افضل اكتر وقت عند الطير، تمام. وكان في حد استفسر مني على موضوع وقت تقديم الوجبة. انا بقدم الوجبة وقت المغرب مرة واحدة في اليوم، وبسيبها قدامهم لحد تاني يوم ان شاء الله. بخش الاقي الطواجن فاضية، يعني ما بحتاجش حتى ان انا افضي الطواجن او ان انا اشيل الاكل اللي باقي، تمام. كده الطواجن مليناها، تمام، ولسه في كمان اكل هنزود في الطواجن. كنت بقول لكم ان انا خلاص زي ما انتم شايفين كده، شايفين المزرعه انا مفضي المكان اهو، تمام. مفيش الا الزوج دوت لسه معاه زغاليل اللي كان اشتغل اثناء الراحه. خلاص الدنيا فاضيه اهي وجاهزه باذن الله ان انا اجيب السلكات الجديده. على الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا ان احنا نعلق السلكات الجديده، وهوريكم كل حاجه وازاي هنرتب المزرعه من جديد باذن الله، بحيث ان احنا نحصل على احسن انتاجيه، ونبدا نطور بقى من سلكاتنا ونطور من الطيور اللي احنا بنشتغل بيها باذن الله. هوريكم دلوقتي الطيور وهي مقبله على الاكل، وقد ايه هما بيحبوا من الوجبه دي، وجبه البطاطا المبشوره، تمام. احنا بنقدمها طبعا زي الجزر، زي ما انتم شايفين كده. خليكم معايا هقدمها للطيور وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين انا بدات اقدم الوجبه اهوت في المطارات، تمام. زي ما شايفين ان الطيور مقبله على الوجبه، وكل طيور الوقت هتنزل تاكل. زي ما قلنا ان شاء الله الوجبه انا بقدمها مره واحده في اليوم، وهبدا بقى خلال الموسم اقدم باذن الله يوم طري. هثبت النظام الغذائي ده عندي ان شاء الله في المزرعه، يوم طري ايا كان بقى، سواء منقوع او مستنبت او خضروات، بطاطا، جزر، تمام. اي وجبه هقدمها طري، واليوم التاني هيبقى حبوب ان شاء الله، هيبقى وجبه فلارس، تمام. هشتغل انا بالنظام الغذائي دوت، عشان الناس اللي كانت بتسالني ايه افضل نظام غذائي اثناء الموسم واثناء فتره الانتاج. هنبدا ان شاء الله ان احنا نشتغل يوم طري ويوم حبوب، تمام. دي الوجبه اللي احنا هنشتغل عليها باذن الله اثناء الموسم، وده النظام الغذائي اللي هنمشي عليه في الموسم باذن الله، بحيث ان احنا نوصل اعلى تغذيه لطيورنا، ويبقى الاخراج مظبوط، الهضم مظبوط، الدنيا معانا تمام. طبعا ما نغفلش اهميه الاضاءه والتهويه في خلال الموسم. طبعا لازم نظبط ساعات الاضاءه للطيور، لازم نظبط التهويه، بحيث ان الانتاج معانا يبقى زي الفل، الطيور ما تتعبش مننا، تمام. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الطيور مقبله على الوجبه جدا، والطيور بتحبها. نستنى بس اما الطيور دي كده تخلص قلش على خير باذن الله. اوعى تكون لسه بقى ما عملتش اللايك لحد دلوقتي وانت شايف الطيور الجميله دي وهي مقبله على الوجبه. واشوفكم على خير. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.